اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو نهار جديد وفيديو جديد اليوم ان شاء الله. فرحانه بزاف حيت اخيرا غادي نكمل الكوزينه ديالي وغادي نكملها في الاصلاح وغادي نزيد البلاكارات باذن الله. اول حاجه البنات اللي اول مره كيشوف قناتي ما يبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بلا جيم وبلي كومونتير زوينه اللي كتزيد تحفزني. اليوم ان شاء الله كيف قلت لكم راه غادي نركب ان شاء الله الكوزينه. كيف شفتوا في البدايه ديال الفيديو بزاف ديال الروينه غادي تكون عندي، ولكن ماشي مشكل، هادشي فيه واحد المتعه صراحه. ملي كتكوني كتزيدي هكا شي حاجه في دارك ولا هكا كتصلحي شي بلاصه، واخا كيكون داك التعب وديك الروينه ما كتهمكش نهائيا. اهم حاجه هي تبغي تشوفي ديك النتيجه الزوينه اللي كنتي كتمناي. الحمد لله على كل حال. المهم البنات كيف كتشوفوا غادي نخوي كل شيء هاد الكوزينه، غنحيد صافي هاد الشبكه ديال الماعن ما غاديش تبقى، هذيك العلاقه اللي حيد دابا ما غاديش تبقى. المهم حتى حاجه البنات في هذا الشيء ديال التعليق ما غادي يبقى، حيت البلاكارات نتوما عارفين بلي الكوزينه عندي صغيره، والبلاكار الا درتو غنديرو في الحافه ديال الزليج، يعني ما يمكنش ما غتجي حتى شي بلاصه، يعني ما تجي حتى شي حاجه معلقه هكا. غتبان الكوزينه مشارجيه. داكشي علاش انا غادي نخليها ان شاء الله خاوي باذن الله. نتوما غتشوفوا معايا من غادي تركب باذن الله الكوزينه. صافي كيف كتشوفوا راني بديت كنحيد كلشي، حيت الصراحه هذا مول الالومنيوم اللي تعاملنا معاه زرب علينا. انا كنت معوله قلت مازال ليا واحد 3 ايام ولا 4 ايام نصور على خاطري ونحك هكا الحيوط على خاطري. بالحق هو قالك اليوم غادي يجي يركب، قلنا لي فيها خير. درت واحد السويعه هكا قلت غادي نحيد فيها كل شيء، وفي نفس الوقت نمسح الحيوط البلاصه اللي غادي يركبوا فيها البلاكارات، حيت مع اليدام ومع الطياب ديك البلاصه صفارت ليا. قلت ضروري غادي نضربها ليها بحكه، يعني تحطوا البلاكارات ان شاء الله على النقه. صافي كيف كتشوفوا راني بديت كنخوي هادشي كلشي كندير الصالون، حيت ما عندي فين نخشي هادشي كلشي. درت ديك الطبيله ديال السيجور هذيك درتها في الصالون وبديت كنحط فيها. اول حاجه حيت غادي نستعمل برودوي باش غادي نمسح الحيوط، جبت الليغات ودرت هذا الكريم ليديا باش هكا ندهنهم، حيت هذاك البرودوي شويه قاصح. قلت انا غادي نحك الحيوطه مزيان، قلت قبل ما ندير الليغات نرطب ايديا حجه وزياره منها يترطبوا منها نحافظ عليهم. صافي كيف كتشوفوا درت هذا الكريم هذا ديال اوريفلام زوين بزاف البنات والله. عرفتوا مع هاد البرد انا موالفين ايديا كيزراقوا كيوليو مقرفشين. الحمد لله دابا مع كنستعمل هاد الكريم هذا والله الا حافظ لي على ايديا. صافي درنا الليغات ودابا نستعدوا المهمات الصعبه. صافي كيف كتشوفوا هاد البلاصه اللي عندي فوق لاهوت هذه هي اللي فيها اليدام ديال بصح. عرفتوا راه كتبان باين الفرق، راه الكاميرا ما كتبينش داك الصفوريه مزيان. عرفتي راه البلاصه الصفراء معلكه وفوق لاهوت وفوق الثلاجه. المهم قلت قبل ما يوصلوا زعما باش يركبوا الكوزينه خصني نكون نضيت هاد البلاصه ونكون حكيتها. ما عنديش مشكل في التحت هاد البلاصه اللي عندي بها الغارات تكون نقيه، يعني فوق لاهوت حيت لاهوت غتحيد غتهبط لتحت، وفوق الثلاجه نحيد اصلا الثلاجه غنخرجها. وهذوك الحيوطه ضروري خصهم حكه والسقف وكل شيء. المهم قلت ما حدا خاويه نضرب عليها بحكه ديال بصح باش ان شاء الله الكوزينه الجديده تحط على النقه. كيف شفتوا البنات هاد البلاصه هي اللي قلت لكم صفرة بزاف، حيت جايه فوق لاهوت وكان صعيب عليا باش هكا نمسحها نحكها. كنت كندير غير هذيك الجفافه كندير فيها جافيل وكنمسح، اما دابا قلت غنغامر ونطلع فوق الرخامه باش نحك هذيك البلاصه مزيان. بالنسبه للبنات البرودوي اللي مسحت به هو غولدال ديال بيما البنات. هذا الزرق حيت كاين وقيله في البيض وكاين في الزرق، هذا زوين بزاف ما كيقشرش الصباغه. ما كيقشرش الصباغه. انا ديجا كنت كندير الو كتقشر الصباغه، وانا عندي هذه البلاصه مصبوغه يعني ماشي عندي الزليج. عندي ديك البلاصه مصبوغه بالصباغه ديال الزيت. الا درت الو غادي تحيد لي دم، ولكن غتحيد حتى الصباغه. هاد غولدال لا، شوفوا دابا كيف كتبان الدنيا نقيه. هذاك كيحيد هذاك لاغريس وفي نفس الوقت ما كتقشرش الصباغه. صراحه زوين هذاك البرودوي، ما عقلتش بالثمن ديالو بشحال. المهم كنت خديته من بيم داك الزرق غولدال الزرق. صافي البنات دابا هذيك الحديده هي اللي خاصني نحيدها ان شاء الله، وغيحيدوا لاهوت باش غادي تهبط.
ان شاء الله بحول الله. راني ما حكيتش لاهوت من الداخل، حكيتها غير من الفوق ومن الجناب، البلايص اللي غادي حيت ما بقاش عندي الوقت. يعني قال لنا جايين في الطريق، قلت انا نحيد غير البلاصه اللي غادي تكون صعيبه عليا من بعد باش نحكها، اما الشيء الاخر كل شيء ان شاء الله باذن الله ساهل. صافي كيف كتشوفوا خويت الكوزينه، هذوك لي زيتاجير البيضين ان شاء الله حتى هما غادي نقدر نحيد وحده فيهم باش هكا الكوزينه ما تبانش مشارجه. ايوا صافي البنات على ما وصلت باذن الله الكوزينه، والله الا فرحانه بزاف بزاف بزاف. عرفتوا فرحتي بغيت لاي وحده باغا تصلح شي بلاصه في دارها. هنا البنات غادي نشارك معكم هاد الهاشوار، هادي وقيله شي رابع ولا خامس هاشوار من نيس كنت في الدار وانا كنشرف ليها هاشوار، ولكن هادي قال لي زوينه. مهم واحد السيد كيبيع الماعن في المدينه، خديتها من عنده، قال لي كنت وصيته على، قلت ليه انا هذاك الموتور اللي عندي فيه مشكل كيتحرق، يعني كنبدا نطحن كيتحرق صافي كيخسر، يعني كيبقى عندك الكاس والموس وداك الشيء كلشي كيبقى عندك، ولكن الموتور اللي هو اساسي كيتحرق. قال لي لا هذه راه ماركه زوينه، والله الا ما عقلتش كاع السميه ديالها، ما فيا اللي نوض دابا جبت الكرتونه وكندير المونتاج. فيها الكاس ديال الزاج هذا كيف كتشوفوا راه كبير ديال الزاج، وفيه هذا ديال الانوكس، وفيه بزاف ديال الماس، وعاطين مع هاد سباتشول هاد الحمراء، فيه بزاف البنات ديال الماس. انا قلت لي انا ما عنديش غرض انا بدي قوه الماس وقوه الكيسان، حيت انا ديجا عندي كاس قديم وعندي بزاف ديال الماس. قلت لي انا عندي غرض بالموتور يكون الموتور صحيح. ايوا قال يقال ويشاع انها مزيانه. ايوا صافي المهم خديتها حتى هي دوز ساعتها. المهم هاد لي هاشوار صراحه ما خليت حتى شي ماركه، نجربوا حتى هذه باذن الله نشوفوها. ايوا هنا البنات وصلت الكوزينه ديالي على سلامتها. درت لاختي البيض في البيض، حيت الكوزينه عندي صغيره، درت البيض حتى الجناب درتهم في البيض، ما درتش الكريف حل تحت. قلت ماشي مشكل، واخا غيبان شويه الفرق ولكن ماشي مشكل، المهم هو تبان مضويه، حيت عارفين الكوزينه عندي صغيره خصها ضروري البيض هو اللي كيعطي ديك الاضاءه ويعطي هذيك الوسوعيه. البنات ضروري اللي كتصلح في الكوزينه تعرف البلاصه ديال الماء هي الاولى. المهم هنايا كيف كتشوفوا حيدوا هذيك الزليجه اللي غادي تحبسهم ديال لاهوت، هذيك الزليجه اللي ورا لاهوت هذيك حتى هي حيدوها قشروها، وحفرنا واحد التقيبه هذيك اللي الفوق البنات. هذيك التقيبه حفروها باش يشوفوا التيوات ديال الماء فين كاينين، حيت كون ما راجلي عارف باللي التيوات عندنا الفوق كانوا غيديروا واحد الكارثه، ولكن الحمد لله راجلي عارف باللي كاين تيوات الفوق ديال الماء دايزين. يعني قال لهم حفروا شويه شوفوا واش تيبانوا تتعريو على هذاك التيو، تشوفوا البلاصه ديالو بالضبط عاد باش تقبوا بالشنيور، حيت كون زعما حيت كانوا نيشان فوق التيو، كون زعما ما كناش حنا عارفين التيوات فين كاينين، كانوا غيحفروا نيشان في الماء وكانوا غادي تكون واحد الكارثه واحد الفيضان عندي في الكوزينه. ولكن اللهم لك الحمد عارفين بعدا البلايص ديال التيوات فين كاينين. وبعد ما ركبت الكوزينه وتنضات دابا راك المعقول والغبابر، عرفت واحد الروينه واحد الغبره. ما نعاودش ليكم مع داك الحفير وكل شيء. صافي هنايا قلت غادي نشطب بعدا، هو اول حاجه نشطب نحيد الغبره، ما نقيسش نهائيا الماء حتى نشطب مزيان، حيت داك التراب ديال الحيوط راك عارفين كيكون احمر. حيدت بعدا شطبت مزيان، جمعت داك التربان كامل بالباله، وعاد باش غادي غير نمسح ندوز غير تدويزه خفيفه، ودوزت واحد لاسبيراتور على الدار كامله، حيت هنا كنت غادي نجيب الدراري من المدرسه، وراكم عارفين الوليدات ملي كيكونوا في الدار وكيكون التراب كتولي الدنيا مزعلكه اكثر. داكشي علاش قلت انا غنحيد بعدا التراب هو الاول ونقي الارض، يعني واخا يدخلوا الدراري يعني ما يبقاوش يدخلوا التراب وداكشي للفراش، وعاد باش نكب الماء. صافي حتى جمعت وشطبت دوزت السبيراتور على الدار. عاد باش جيت نحك هاد البلاصه ديال الثلاجه حيت طالق ليا فيها شويه الصدى في الارض، هذاك الصدى ديال الحديده اللي هذيك الطبله ديال الثلاجه، هذوك الرجلين ديالها فيهم ديك الحديده وطلقات شويه الصدى، حتى هو درت ليه غير هذاك البرودوي ديال غولدال. المهم اي برودوي عندكم حتى هذاك ابي سي صفر حتى هو راه كينفع هكا لهاد البقع ديال الصدى. صافي ضربت مسح هاد البلاصه ديال الثلاجه باش ندخلها نحيدها عليا حتى هي حيت حطها غير في السيجور.
هنا بعد ما رجعت الثلاجه لبلاصه جيت نرجع حتى هاد الغطا ديال لاهوت. كيف قلت لكم راني ما مسحتش نهائيا لاهوت من الداخل. بالنسبه للفلتر البنات، هذوك الوراق اللي لداخل في لاهوت انا راني واخداهم شحال هذه من شيئين. واحد الباكيه فيها وقيلا 20 ورقه دايره شي 20 درهم. المهم كنت واخداهم وزوينين. دابا انا فاش حليت هذاك الفلتر لقيت باللي الوراق باقيين مزيانين، داكشي غنخلي واحد 10 ايام اخرى عاد باش نبدلهم. صافي هذا هو الشكل ديال الكوزينه ديالي يا البنات. تقولوا لي الراي ديالكم، واش جات زوينه، واش ما بانش معيق الابيض الفوق والجريل تحت، واش ما بانش هكا الفرق. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم التنظيم ديال البلاكارات وديال المطبخ الجديد باذن الله. والله الا البنات فرحانه بزاف وفرحتي بغيتها لاي وحده فيكم. كاع اللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها. وهذا ما كان مهم. كيف كتشوفوا هنا راني درت البيبان الفوق، غادي ندير لكم واحد الدوره خفيفه من البلاكارات لداخل. راني باقي ما دايره لما لا والو، غير داكشي اللي غسلت كان ليا لتحت غسلته خشيته. هنا راه باقيين البلاكارات موسخين. كيف كتشوفوا درت هنايا جوج ديال البيبان، وفوق من لاهوت ثاني جوج ديال البيبان مقسومين على جوج، وهذاك الكبير فيه 3 ديال الطبقات. وخليت هاد النيشه البنات، هاد البلاصه هادي خليتها عريانه. والبنات اللي غيقولوا لي ليسباس بقى بزاف ما بين الثلاجه وهذيك الفوق ديال الثلاجه، حيت غير البنات غنبدل الثلاجه ان شاء الله. وانا ديجا واخده العبار، يعني مشيت شفت الثلاجه اللي بغيت وديجا خديت ليها العبار باش نجيبها نيشان، حيت الثلاجه كيف قلت لكم راها صغيره. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه وبلي جيم ديالكم. خليت لكم راحه الله، والى فيديو جديد باذن الله. بسلامه عليكم.